موضوع جديد، نادي إسلامي سور باهر القدس، فريق فلسطيني بدل اسمه، صار اسمه نادي الأهلي سور باهر. ليش بدل الاسم؟ تيمنا وكرم عيون الأهلي السعودي، وأيضا تكريما للأمير خالد بن عبد الله اللي حضر إلى جدة وأقام لقاء ودي جمع الفريقين. لكن لهالفريق قصة، شو هي قصته وليش غير اسمه؟ كل التفاصيل حصريا. البرنامج اليوم اسمه برنامج علي شرايا، ونور جاموس من دبي. علي راسك بالعالي بيطلع لك انت الغالي، اسمك نجم بلالي انت فلسطيني. علي راسك يا غالي واصبح بالصوت العالي، شمس هي فلسطين والاقصى هلالي، ارضي الله باركها. تقديرا للجهود وشخصية الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز، احنا في نادي إسلامي سور باهر لنا الشرف توقيع توأمة وتسجيل الاسم النادي الإسلامي سور باهر باسم النادي الأهلي سور باهر. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا الأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. على ديني على أرض تلاقيني، أنا الأهلي أنا فديهم، والله أنا دمي فلسطيني فلسطيني. الفريق الفلسطيني هذا كان فريق من الدرجة الثانية وفاز أكثر من فوز وتأهل لمراحل متقدمة في الدوري الفلسطيني، وكان في مكافأة من الإدارة بأنهم يحدون بعمل زيارة للمملكة العربية السعودية، وطلبوا مني أن إذا كان في مجال يلعب مباراة ودية مع النادي الأهلي السعودي أو مباراة ودية في المملكة العربية السعودية. وعدناهم بالعمرة ونفذنا ونسقنا بفضل من الله مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز ومع السيد أحمد المرزوقي جزاهم الله ألف خير، ونشكرهم جزيل الشكر وعاجزين عن شكرهم على ما قدموا لنا في حفاوتهم وسمحهم بأن نلعب في هذا الصرح الأهلي. شيء ليس بغريب على المملكة العربية